ايه يا دكتوره بقى، عندنا رسائل. الاستاذ خيري الديلر بيقول سؤال للدكتوره: ايه رايك في احمد سبايدر؟ هي انا سالت الدكتوره يا استاذ خيري ما ردتش عليا. الاستاذ حاتم محمد بيقول لي: منذ ايام شاهدت على احدى الفضائيات الاجنبيه وهي تعرض في احدى كنائس روما شعاع ضوئي ساقط من اعلى الكنيسه، ومن خلاله تظهر صوره راهبه، وكانت هناك اعداد كثيره يقومون بتصوير هذا المشهد. فهل هذا الامر له علاقه بحديث الدكتوره مايا عن الشعاع الازرق الضوئي؟ اكيد، والنهارده ان شاء الله هنشرح الهولوجرام اللي هو بيتكلم عليه. طيب، استاذ احمد عفيف بيقول: علاقه الدجال واسرائيل وامريكا بتابوت العهد. هقول لكم حاجه. هو الكلام ده معلش فيه خلاف كتير جدا. ان هو في ناس بتقول ان تابوت العهد موجود في مصر، وان هو يعني في ناس بتقول ان هو في مكان، وفي ناس بتقول ان هو داخل الهرم، وفي ناس كذا. بس انا من تتبعي للموضوع دوت ان تابوت العهد خرج مع بني اسرائيل اثناء خروجهم من مصر، وفي حدود معلومات عشان الموضوع ده كبير انا كتبت عنه، يعني ممكن ابعت له المواضيع اللي انا كتبتها عشان تفاصيل كتير جدا. بس بتتبعي ان تابوت العهد حاليا في حوزه الدجال. طيب يا أميرة لو سمحت نزلي اسم الصفحة. الصفحة اسمها ايه؟ الخيوط الخفية الخيوط الخفية للماسونية في دقيقة. طيب نزلي اسم الصفحة، لأن معمول 5 صفحات والناس مش عارفة مين الصح من الغلط فيها. نزلوا اسم الصفحة الحقيقة لو سمحتوا. الأستاذ أحمد نوار بيقول لي: تحية من القلب، أنا أحمد نوار أسأل حضرتك على الدكتورة مايا. سألت حضرتك على الدكتورة مايا من فترة، وحضرتك رديت على رسالتي في ساعتها وقلت على الهواء أنها سوف تعود الدكتورة مايا، وقد صدقت عندما وعدت، وهذا ليس جديد عليك. بالله عليك سلامي للدكتورة. الله يسلم. وسؤالي ليها: هل نهاية أمريكا بحرب كوريا وروسيا ضدها، وما دور العرب والمسلمين في الحرب العالمية القادمة؟ طيب معلش عايزه اقول على حاجه. هو احنا بنبص لنهايه امريكا ان هي الشيطان الاعظم. هي النقطه ان الشيطان الاعظم مش امريكا، أو مش امريكا، هم ما لهمش بلد، ما لهمش وطن. يعني هم استخدموا بريطانيا، استخدموا بريطانيا مثلا لغايه بدايه القرن 19. هم دلوقتي مستخدمين امريكا القياده اللي هي الاداره يعني القيادات، هم شياطين الجن والانس دول، اللي هم الحزب الشيطاني يعني، الحزب الشيطاني او حكومه العالم الخفيه. هم ليس لهم وطن، وهم اصلا كانوا من يعني روتشيلد مثلا كان في المانيا، اللي هو اكبر هذه العائلات اللي مسيطر بقى على حاجات كتير جدا. والممول الاساسي على فكره مشروع الشعاع الازرق، الوثائق بتاعته بتثبت تورط ناسا مع البنتاجون، والبنتاجون طبعا تحتيه بقى كذا مركز بحثي زي وكاله ضربه، زي ايربا، زي كذا، يعني في ستانفيلد، معهد ستانفيلد، جامعات، مراكز بحثيه كتير. لكن مين الممول بتاعهم؟ روتشيلد، اللي هو صاحب اكبر عائله من عائلات المتنورين الاسيين، اللي احنا قلنا اللي هم سلاله الدم الواحد، او اللي هم حكومه العالم الخفيه. هم ليس لهم موطن محدد. تاني حاجه ان احنا زي ما قلنا وهم امريكا بالنسبه لهم زي اي دوله تانية بيستخدموها. هم بيستخدموها زي ما بيستخدموا او استخدموا عبر عصور دول معينه، زي مثلا كان اللي قبل امريكا كانت بريطانيا استخدموها وقت القضيه اللي ماسكه هي اللي سايقه، وقت هام جدا. دلوقتي حاليا او اللي هو المراحل النهائيه، الدجال بيعد نفسه لحكم العالم من الشرق الاوسط، وخاصه زي ما قلنا المره اللي فاتت من مصر. فهو بينقلوا مراكز القوه بس بطريقه خفيه للشرق الاوسط، بينقلوا مراكز القوه للشرق الاوسط. احد مثلا علامات مثلا نقل مراكز القوه دي ان انت حاليا امريكا مثلا عامله اتفاقيه اجباريه ان جميع مثلا اسعار الطاقه، البترول او الغاز او كده لازم تتعمل بالدولار. في حين ان هم من سنه مثلا حوالي 76 انا اسفه يعني مش فاكره 72 او 76 بيطبعوا دولارات بدون غطا من الذهب. فجميع يعني، ودي من ضمن الخدع الكبيره، ان جميع مثلا الدول المصدره مثلا البترول او كذا بتاخد مقابل، او المقابل الاساسي سندات دولاريه او اسهم استثماريه في مثلا في موانئ امريكا في كذا في كذا، او سندات دولاريه. طبعا يوم ما تيجي مثلا ما ياخدوش حاجه خالص، امريكا تتفركش والدولار يسقط او بتاع، يبقى ايه؟ مع السلامه. مين اللي هيطلب حقه؟ طب ما هم العرب ما هم دافعين 2 تريليون دولار في الازمه الاخرانيه اللي هي في الولايه بتاعت باراك الاولانيه. 2 تريليون دولار. استثمارات العربيه المعلنه تتعدى 3 تريليون دولار في امريكا. استثمارات ده خدوا 2 تريليون كده خلاص يا ابني، اللي هو روح يا حبيبي يلا خلاص خدوا فلوس. واحنا كل الحكايه كنا عايزين اي حد منهم يدينا يحطوا يستثمروا عندنا، يعملوا وديعه عندنا، وديعه، مش هقول لك حاجه بالدولارات. تاني حاجه برضو احنا مش واخدين بالنا من حاجه، ان جميع الدول الكبرى
بتغير احتياطيها للذهب من فتره كبيره تبعا للفتره الحاليه والعواقب بتاعتها اللي هي فتره الحرب الحاليه اللي عليها مؤشرات كتير. اللي هو الاستاذ اللي سال قبل الفاصل ان احنا دلوقتي في يوم 4 وما حصلش حاجه، انا قلت في مؤشرات والعلم عند الله وحده وأعاذنا الله من إنها تحدث، إن في حدث طبيعي بيدبر احتمال كبير يكون في النصف الثاني من إبريل أو يعني بالتقريب في حدود 20 إبريل. لأن برضو حتى إسرائيل نفسها بتدرب مواطنيها حاليا على إن في كارثة ممكن تكون زلزال كبير جدا وكيفية تصرف، وهم ما عملوش على فكرة. يعني عايزة أقول على حاجة، نفع الأمة اللي هم عاملينه وصارفين عليه مليارات وعاملينه مضاد للحروب النووية ومضاد لكذا، ما عملوش هباء واستعجلوا. يعني هم صرفوا كتير عشان يستعجلوا في ان هو يخلص في الفتره اللي فاتت. ده مش معمول هباء. الدرع الصاروخيه، درع القبه الحديديه اللي عاملاها اسرائيل مش عاملاها عشان تضاد صواريخ حماس اللي ما بتوصلش لعمق الاراضي الاسرائيليه. دي معموله يعني دي معموله لاسباب، والسرعه فيها اسباب. الجدار العازل اللي هم عاملينه، الجدار العازل على فكره عايزه انبه لنقطه، ان الجدار العازل اللي هم عاملينه مش مساله فصل الفلسطينيين والكلام ده. الجدار العازل اللي عاملينه بمواصفات معينه مضاده للتفجيرات النوويه. الناس اللي هي متخصصه تقدر هتوافق على الكلام ده. هو معمول بمواصفات مضاده لانواع معينه من التفجيرات، احدها التفجيرات النوويه والتفجيرات الهيدروجينيه، القنابل الهيدروجينيه. عشان ايه؟ ده معمول تحسبا للفتره دي، وتم الاسراع والصرف زياده. وانتم عارفين مثلا ايه، اسرائيل او اليهود ما بيصرفوش زياده غير باسباب. فنفع الامه معمول بمواصفات دي عشان اسباب. اسرائيل دلوقتي بتدرب مواطنيها على ان في حدث مهم، ومحددين له على فكره ميعاد برضو اللي هو 20 ابريل. والميعاد ده انا اعرف مثلا من فتره انه له مرجعيه معينه، بس مش عايزين نشرحها دلوقتي، ان له حاجات طقوس معينه زي ما اختير قبل كده موضوع 11 سبتمبر. يعني ده له طقوس معينه، طقوس لها مرجعات معينه. انا مش برعب الناس، بس بقول في احتمال كبير وعليه شواهد كتير. ده غير ان ناسا مثلا مطلعه كذا تصريح الفتره اللي فاتت رسمي. يعني انا نشرته على الصفحه بحكايه ان في احتمال في نيزك يقترب من الارض من مجموعه الكويكبات اللي هي بيننا وبين المشتري، واحتمال يصل في خلال هذا الشهر وكذا وكذا. ايا ما يكون سواء افتعلوا الضربه النيزكيه او تاجلت، لكن هو ان عاجلا او اجلا على فكره هم هيعملوا نيزك بطريقه مصنعه زي ما اتعمل على روسيا، بس بطريقه اضخم، وهيصاحبوا ظواهر طبيعيه. لكن اعتقد والعلم عند الله برضو ان هذه السنه، وخاصه احتمال في نهايه ابريل والله اعلم، بس برضو ان عاجلا او اجلا هيقوموا بعمل احداث طبيعيه، خاصه زلازل كبرى. يعني لا اما نيزك وهيصاحب بزلازل، لا اما هيشتغلوا بالزلازل على المنطقه. واعتقد ان الموضوع ده احتمال كبير، وعاذنا الله من هذا، انه يكون قريب. طيب غير كده اشعال شراره الحرب العالميه الثالثه مجهز ليها الفتره دي. وكل اللي احنا بنشوفه كوريا وبتاع، وبعدين مش عايزين نصدق برضه. انا عايزه الفت لنقطه، مش عايزين نصدق ان روسيا والصين حلف ودول حلف. لان مثلا انا عايزه اقول على حاجه، الحصار اللي كانت عاملاه امريكا على كوريا الشماليه كانت مخليها الصين هي اللي بتمدها بموارد عشان تقمع كوريا في انها تكون تحت ديل للصين، في حين ان الصين اكبر حليف اقتصادي لامريكا. كل الكلام اللي احنا بنشوفه على الساحه هي حديثه بس مش يعني احنا اللي في الطراوه خالص.